اخطر واحد على نادي الزمالك رجع تاني. لا رجع بايه؟ معاه كتيبه من اللجنه الالكترونيه بيصرف دلوقتي. كابتن ميم الهجاص، كابتن شيكات الهجاص، اللي هرب وهو ناشئ في نادي الزمالك وجه الناحيه الاداريه خربها. مشى جروس من احسن المدربين في النادي وجاب لها بيسيرو خسرنا معاه الكونفدراليه من فرقه اسمها اللالي في الامانيا لالي، وخسرنا مع الرابطه. ما طلعش يتكلم كده. ده في كام؟ في 17 18 ماتش لعبهم. يجي يتكلم على مدرب الماتشين اخطا في التشكيل، ما كنا عارفين، كلنا عارفين اخطا في التشكيل. انما العنف في النقد ده، وان في حقد وفي حاجه عايز توصلها، ومعاك لجنه الكترونيه دلوقتي تصرف عليهم دلوقتي وهيشتغلوا معاك في البرنامج، تتكلم بالشكل ده. انا ما شفتش حد من النادي الاهلي يتكلم كده في ماتش مودرن. جايبين فرقه ب 3 مليار، 3 مليار، وهم اللي اتعادلوا، كانوا مغلوبين. محدش يتكلم كده خالص. ايه العنف في النقد ده؟ عايز توصل رساله ايه؟ ايه الحقد اللي جواك ده؟ يا اخي ده نادي الزمالك بريء منك والله العظيم واشكالك. ما انت هربت وانت ناشئ في نادي الزمالك، وجيت خربتها وانت في الناحيه الاداريه ونطيت من المركب. والله العظيم وحياه لا اله الا الله، لو هو راجل يطلع على الهوا يقول لك انا اللي جبت جون ادوارد، وانا اقول لك مين اللي جابه؟ نسكع اللجنه الالكترونيه هو اللي جابه، شكرا شكرا. كذاب والله العظيم، ما جابش حد. الراجل ده ما بيحبش غير نفسه، وبيبيع الهجص وبيبيع الوهم لكل حته بيروحها. وبعدين الوهم وهجص وكان غرقنا وكان هدينا في داهيه. لما بيسيروا جبنا بيسيروا خسرنا الكونفدراليه وخسرنا الرابطه. لما تيجي تتكلم بالشكل العنف ده يبقى وصل الرساله دي للاداره. ما انت قريب من الاداره، ما تطلعش كده على الملأ وتتكلم. مش فاش حد من النادي الاهلي لما تعادلوا مع مدرب عمل كده. بيراميدز نفسه لما تعادل مع واد دجله الصاعد محدش يتكلم كده. ايه الغرض انك تتكلم وتعمل توتازه دي وتصدر مشاكل للفرقه وللناس وللجماهير، والجماهير تتلخبط وتتخانق؟ ده من ماتشين يا عم. في حد قايم مدرب من ماتشين؟ ما انت كنت تغلط وانت كنت مدرب. انت هجاص وكذاب. هو لا، طب انت شغال ايه؟ طب عارف شغال ايه؟ اعلامي هجاص، مدرب هجاص، اداري هجاص، كذاب وفاشل. طب انت مش شغال ايه عشان اقول لك انت كنت في حته الفلانيه وكذاب؟ ما اعرفش اقول لك ايه.